نشرت صحيفة مي فوتبول البرتغالية والمتخصصة في أخبار كرة القدم تصريحات صحفية للمدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس صدم بها جماهير الزعيم، وذلك بعد سؤاله عن مباراة الديربي السعودي الأخيرة والتي تواجه فيها النصر والهلال ضمن الجولة 25 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز العالمي على الزعيم بثلاثية مقابل هدفين وتصدره بطولة المسابقة المحلية للمحترفين. وفي البداية أبدى المدير الفني البرتغالي السابق لنادي الهلال إعجابه الشديد بمواطنه مدرب نادي النصر روي فيتوريا، وقال البرتغالي إن النصر قد عمل عملا رائعا في مباراة الديربي السعودي واستطاع قلب طاولة جدول الدوري رغم امتلاك الهلال لمجموعة من أفضل اللاعبين، ولكن مدرب النصر فيتوريا استطاع بفكره إيقاف الخطورة لمعظم اللاعبين وخطف الصدارة، وأصبح بنسبة كبيرة الأقرب لتحقيق اللقب خلال المباريات المتبقية. وأشار مدرب نادي الهلال السابق في تصريحاته للصحيفة البرتغالية أنه متبق 5 مباريات بالبطولة، ولكن بأسلوب فيتوريا مدرب النصر فإن الفريق الأصفر يستطيع المحافظة على فارق النقاط، مؤكدا أن النصر يستحق التهنئة وفوز فيتوريا معه بالدوري يعد أمر جيدا بالنسبة للمدربين البرتغاليين. وتطرق خيسوس لرحيله عن الهلال مؤكدا أن رحيله عن تدريب الهلال وتعيين زوران ماميتش بدلا منه كان بمثابة الصدمة له والمفاجأة في نفس الوقت، حيث كان الهلال متصدرا بفارق 6 نقاط عن النصر في نفس الوقت الذي تمت فيه إقالته، مشيرا أنه بعد تصدر النصر لجدول الترتيب الآن أصبح الأقرب للفوز باللقب. وجدير بالذكر أن النصر استطاع خطف الصدارة من الهلال بالجولة الماضية بدور المحترفين واعتلى القمة بعد 19 جولة ابتعد فيها عن الصدارة، وتربع على قمة المسابقة برصيد 58 نقطة، بينما يأتي الهلال الذي فقد الصدارة مؤخرا بعد أن تدهورت نتائجه في آخر 3 جولات من عمر المسابقة، وفقد فارق النقاط الست بتعادل مع الوحدة وتعادل آخر مع نادي أحد، ثم خسارة من النصر في المركز الثاني برصيد 57 نقطة. فهل يستطيع نادي النصر الحفاظ على تزعمه للدوري والفوز باللقب كما قال خيسوس؟ شاركنا رأيك بالجواب في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.